أقسم بالله العلي العظيم. الكلام اللي أنا قلته قبل كده على الآن مستوى الأهلي في كأس العالم للأندية بيتأكد دلوقتي. والله العظيم الكرة المصرية مش الأهلي بس في أزمة حقيقية، ولازم المسؤولين يقفوا وقفة جدية في الكرة المصرية، سواء اتحاد الكورة، سواء وزير الشباب، سواء المسؤولين في النادي الأهلي، سواء المسؤولين في نادي الزمالك، سواء المسؤولين في المنتخب الشباب. كل ده هنتكلم فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم والي وقناة هاتها من الشبكة. اتأخرنا عليكم بس جينا في حلقة كارثية، وسجلوها كارثية للكرة المصرية. النهاردة اليومنا بدأ الساعة 6 كان ماتش الزمالك والترجي. كان طبعا جمهور الزمالك وجمهور مصر، لأن الزمالك بيمثل مصر في بطولة أفريقيا، وكلنا يعني عايزين إن الزمالك يكسب ويتأهل وزيه زي الأهلي. وأنا يعني ما ببالغش في الكلام ده، زيه زي الأهلي. بنلعب في رادس، الماتش عادي جدا، ما فيهوش مشاكل، والترجي مش فرقة جامدة. روح بقى هات لك كوبايه القهوه الساده. انا هشرب شاي عادي عشان انا دم اتحرق كتير قوي من زمان، فعادي هشرب شاي عادي. تروح هات لك كوبايه قهوه ساده وايه، وتعالى اتفرج معايا. ولو عجبك المحتوى بتاعنا يا ريت تفعل زر الجرس وتدوس لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل ما هو جديد. نشرب بق شاي بقى. الزمالك النهارده يعني خسر 2-0. يعني انا مش هتكلم بقى الدقيقه كام والجون دخل في الدقيقه كام والتشكيل كام، لان الزمالك اصلا يعني هو الماتش كان يعني ما فيهوش حاجة. ماتش ضعيف من الفرقتين. الزمالك فرقة عندها لا مبالاة، حرفيا عندها لا مبالاة كروية. الزمالك خسر 2-0 من الترجي. دلوقتي الزمالك رصيده نقطة واحدة من التعادل مع المريخ. خلصنا الجولة الأولى بتاع الثلاث ماتشات. خسر من شباب بلوزداد هنا في القاهرة، خسر من الترجي في تونس، اتعادل مع المريخ بره. دلوقتي موقف الزمالك سيء من أسوأ لأسوأ. محتاج على الأقل إن هو يفوز على ماتش الترجي اللي هيبقى هنا في القاهرة، اللي هو هيبقى يعني في خلال الأيام أو الجولة الجاية. محتاج إن هو يفوز على المريخ هنا على الأقل عشان يحاول يلحق بطاقة تأهل للدور الثاني. لأن أعتقد إن ماتش شباب بلوزداد اللي في الجزائر ما أعتقدش إن هيعرف يحسم. موقف الزمالك سيء جدا، حط نفسه تحت ضغط عالي جدا جدا جدا. لو هنقول نسبة تأهل الزمالك نسبة التأهل بتاعته 50% لحد دلوقتي. بس لو مستوى اللعيبة فضل كده ما يجيبش 10%. بس يعني اللعيبة دي لعيبة الزمالك لو الدم ما جريش في عروقها كده وفاقت للملعب وحست بجماهيرها شوية، والله فعلا التأهل ما يجيش 10%. بعد كده هنروح الماتش طبعا اللي هو كان الساعة 7، ان الواحد اتفرج عليه بعد ما ماتش الزمالك خلص، على اساس ان هو يعني منتخب الشباب في بطولة افريقيا اللي بتتلعب هنا في مصر، منتخب الشباب اللي تحت 20. المنتخب ده مش منتخب يعني، ولا اللعيبة فيه دول لعيبة، دول يعني ده مستقبل مصر، ده مستقبل مصر في كرة القدم. يعني ده مستقبل يعني أنا السؤال للمسؤولين هنا وليكم انتوا كمان، لو ده مستقبل مصر في الكورة، لا نبطلها أحسن. لا والله نبطلها أحسن. انت المنتخب ده يعني انت اتعادلت مع موزمبيق وخسرت من نيجيريا 1-0. السنغال النهارده بقى انت المفروض بقى على ارضك وبتاع وفرصتك في التأهل يعني بقت ضعيفة، فاكسب بقى السنغال بقى اللعيبة تنزل تاكل الملعب. لا السنغال، انا بصراحة ما اكدبش عليكم، انا اتفرجت على الماتش لحد ما جه الجون الاول بتاع السنغال. بعد كده يعني قفلت الماتش خلاص، لان اللعيبة دي ما يجيش منها حاجة. انا قلت ممكن نجيب جون غلطة يعني.
بس اول ما السنغال جابت جون قلت استحاله نجيب جونين غلطه. تمام. فقفلت الماتش. فقلت اشقر بقى تاني على الماتش، يعني انا اشقر بقى تاني اشوف الماتش بقى فيه ايه. فلقيته 4-0 بصراحه. فيعني يعني جمله لاتحاد الكوره وجمله للمسؤولين عن الكوره او عن الرياضه في مصر. الحقوا الحقوا يعني الكرة المصرية بتنهار والله، أو انهارت. والله العظيم والله العظيم المنتخب ده لو جابوا شوية يعني الناس اللي بتلعب في برنامج اللي هو كابتن مصر ده، لو جابوا منهم ناس والله العظيم والله العظيم بدون أي مبالغة كانوا هيتأهلوا. كانوا هيتأهلوا. اللعيبة دي لو قلنا على ماتش الزمالك أو لعيبة الزمالك اللي ما عندهمش لا مبالاة، اللعيبة اللي لعبت دي بتاعت الشباب منتخب مصر للشباب ده، دول ما يعني في الميح محاميح ابيض يا ورد. يعني ما يعرفوش كوره، يعني ما يفهموا، ما يعرفوش كوره والله، ما يعرفوا كوره ولا يعرفوا يوقف كوره ولا يستلم كوره ولا تمركز ولا استلام ولا تحرك ولا اي حاجه ولا حارس مرمى بص ما فيش. ما فيهمش ميزه، ما فيهمش ميزه. في كده عارف انت، في كان زمان يقول لك يعني المنتخب ايام العصر الذهبي الكابتن حسن شحاته وبتاع، كان في كذا ميزه. ده بقى ولا ميزه، والله حرفيا ولا ميزه. مش لا مبالاه، لا هم ما بيعرفوش يلعبوا كوره. خلصنا يعني الماتش ده خلص، وكان بقى الواحد بقى يعني احنا ما انا ما كملتوش بصراحه، شفت اربعه قفلت خلاص. الناس دي ما ينفعش تتفرجوا عليها. مستعد بقى للماتش الاهلي. يجي بقى ماتش الاهلي. الشوط الاول الاهلي ما جاش خالص خالص. صن داونز بيلعب مستغل جبهة محمد هاني. ايه، وقبل ما الجون بتاع صن داونز يجي برضه حصل نفس الغلطة وربنا سترها معانا. لا احنا بقى ما بنتعلمش خلاص. راح جه الجون الاول في الشوط الاول، خلص الشوط الاول 1-0. الشوط التاني جات لك ضربة جزاء خلت محمد هاني يشوطها راح مضيعها. تحس ان محمد هاني ده مكتوب علينا. طب ما طول عمرك علي معلول بيلعب ضربات الجزاء، ما تخلي علي معلول يعني. بس راح ضاعت. بعد كده الاهلي جاب الجون الاول وبعد كده جاب الجون التاني. انا مش هقول اسماء ولا دقايق والله العظيم عشان انا واحد تعب. خلاص بقى حافظ على النتيجة وبتاع، انت المفروض النادي الاهلي يعني حافظ على النتيجة. ده الكلام اللي انا قلته في ماتش الفلامينكو. الناس قالت لي انتوا بتعملوا اتطرد مننا. طب احنا ما اتطردش مننا واحد. خلاص ما اتطردش مننا واحد. ماشي يا حمراوي، احنا ما اتطردش مننا واحد. ايه ده؟ هقول لك تاني. تاني ايه؟ تاني يا زكي. دلوقتي كسبان بقى عندنا، يبقى نحافظ على النتيجة. نحافظ يعني ونحاول نحسنها. ده ايه ده الجون التاني بتاع صن داونز. يعني حاجة تكسب. الكرة محشورة ما بين اتنين لعيبة، محمد هاني ومش فاكر مين اللي كان قدامه، مش عارفين يخرجوها. جه واد من صن داونز خدها من وسطهم وراح طك رزعها جت في العارضة. ترد المدافع اسمه عبد المنعم يشوط الهوا، تيجي للواد التاني عبد المنعم بقى شقلباظات على الارض عشان هو فاكر بيفكرنا ايام ما كنا بنلعب كوره زمان في الشارع، اللي هو احنا نمرمغ نفسنا في التراب كده عشان الكوره ما تخشش جون. عمل زيها كده عبد المنعم، اللي هو مرمغه في الارض عشان ما تخشش. والواد التاني تك خدها، ولا تمركز ولا دفاع ولا كورة. الدفاع ضايع، وده اللي انا اتكلمت فيه. الدفاع ضايع والله والله العظيم. بقى عندنا يعني ماتش ريال مدريد اهو 4 اهداف. ماتش فلامينجو 4 اهداف. ماتش الهلال هدف. ماتش صن داونز اهو هدفين. ايه الدفاع ده؟ ايه الدفاع ده؟ يعني 11 هدف في 4 ماتشات. مش هنحسب ماتش أسوان عشان الناس هللت جامد قوي في ماتش أسوان، واحنا بنلعب أسوان يعني يا جدعان وانت الأهلي. يعني يعني كونوا فعلا، يعني لازم الناس مش هنقعد نهلل. الأهلي مستواه أبعد من كده. سؤال الحلقة: الأهلي هيتأهل للدور التاني ولا لأ؟
والزمالك هيتأهل للدور التاني ولا لا. يا ريت تكتبوا لنا تحت في الكومنتات، فرص الاهلي اكتر ولا فرص الزمالك اكتر؟ انا شايف ان الاهلي لسه في ليه فرصه، لان هو لعب ماتشين بس في الجوله دي، يعني عنده ماتش القطن الكاميروني، فلو لعب الاهلي ماتش القطن الكاميروني وكسبه يبقى مثلا 4 نقط على النقطه اللي خدها النهارده، وهو اصلا كده صن داونز 7 نقط. يعني وكده هتلعب الهلال هنا اعتقد بعد الموقف البايخ اللي عمله الهلال مع الاهلي. اعتقد انا يعني هياخد حقه كويس جدا 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 من الهلال. ماتش العودة هنا في القاهرة، وماتش سان داونز انت لو عرفت تخرج منه بتعادل هناك في جنوب افريقيا يبقى كويس جدا، فيبقى معاك نقطة، يبقى 5 نقط، ولو كسبت الهلال هنا يبقى 8 نقط، وتكسب القطن هناك او تتعادل معاه يبقى 9 نقط. اللي هيوصل للنقطة 10 هو كده اعتقد سان داونز بنسبة كبيرة اتأهل. الحوار كله هيبقى ما بين الهلال و والاهلي. اعتقد ان الاهلي لو فاز على سان داونز هناك هيقلب الترابيزة ويقلب يعني ال... المجموعة دي هتولع، لأن خلاص هو القطن خرج بره المنافسة. أعتقد إن القطن هو حصلت المجموعة والمنافسة ما بين الثلاثة دول. أعتقد من مصلحة الهلال إن الأهلي يكسب، مصلحة الأهلي والهلال إن الأهلي يكسب صن داونز، لأن هو بيدخل تاني، بيرجع تاني صن داونز للجيم، مش بيبعد، ما تبقاش المنافسة ما بين الأهلي والهلال بس، لا بيبقى ال3 فرق مع بعض. أعتقد المجموعة كده سخنت، ولعت. الاهلي لازم 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 يحسم ماتش صن داونز اللي هناك، لازم يخلصوا بنتيجة ايجابية، على الاقل تعادل، على الاقل تعادل، عشان يفضل معطل صن داونز. لو فوز يبقى طبعا احسن، يبقى جميل جدا، لان هو لو فاز هناك يبقى لسه معاه 4 نقط وعنده ماتش مؤجل، فالدنيا لسه مع الاهلي في ايديه. فإن شاء الله الأهلي يتأهل، وإن شاء الله الزمالك لعيبته تسترجل شوية وترجع تلعب زي الرجالة، عشان جمهورها حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده في جمهوركم. ولحد هنا الحلقة انتهت، ولو انت كملت معانا الحلقة للآخر يا ريت تخبط اللايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.